بتبدأ أحداث فيلمنا مع شابين، واحد اسمه راتش والتاني جيان، وبنعرف إن أودن زميل جيان بيتنمر عليه طول الوقت، وطبعا الوضع ده بيكون مضايقه جدا. ولما بيعرف صاحبه راتش بيقرر يجيب له حقه، فبيروحوا على المطعم اللي أودن قاعد فيه، وبيهجم راتش عليه بالسكينة يقطع له إيده، وبتقع في طبق الأكل السخن، وبينهار أودن من شدة الألم. بعدها بنروح لتشين أبو جيان، وده مدرب سواقة في مدرسة لتعليم سواقة العربيات، وبيكون شخص قاسي جدا وصارم في تعاملاته وشغله. فبيتعصب على الطالب اللي بيدربه لأنه مش قادر يركز، ودخل امتحان السواقة أكتر من 6 مرات ودايما بيفشل. وأثناء تدريبه بتتصل بيه مراته وتعرفه إن القاضي اللي بيحكم في قضية ابنه كان متضايق جدا لأنه ما حضرش الجلسة، وبتترجاه يروح يتكلم مع القاضي ويطلب منه يدي فرصة لابنه يصحح فيها غلطه وما يحولوش على سجن الإصلاحية. لكن تشين ما بيبقاش مقتنع بكلامها خالص، وبيعرفها إن ابنه لازم يتحبس عشان يتربى. فبتتعصب من قسوة قلبه وبتترجاه يحضر الجلسة تاني يوم ويتكلم مع القاضي. وتاني يوم بنروح للمحكمة وبنشوف جيان وراتش وهم قاعدين قدام القاضي، فبيبقى تشين موجود لكن متضايق من خيبة ابنه. فبيسأل القاضي جيان: انت اللي شجعت راتش على مهاجمة أودن؟ فبيجاوبه بلا، وبيرجع يسأله مرة تانية: قطعت ايده ليه؟ فبيجاوب بانه مش عارف هو عمل كده ليه. وبيبصله راتش بغيظ، وبيعترف جيان انه ما كانش يعرف ان راتش مع سكينة غير بعد ما ضرب بيها أودن. فبيشرح للقاضي انه كان عايز يخوف أودن عشان يبعد عنه ويبطل تنمر عليه. وبيتعصب عليه راتش لما بيلاقيه بيعترف بانه ملوش علاقة بحاجة خالص، وحتى الموتوسيكل اللي راحوا بيه المطعم هو اللي سرقه. فبيخاف جيان وبيعيط، وبيأكد للقاضي انه ما كانش يقصد قتل أودن. وبتتكلم المحامية وبتطلب من القاضي يسامح جيان لانه اعترف بغلطته ويديله فرصة تانية يصلح من نفسه. فبيسأل القاضي تشين ومراته عن رأيهم، وبيتكلم تشين وبيعترف انه فشل في تربية ابنه، وبيطلب منه يبعته الإصلاحية عشان يتربى. وطبعا بيقتنع القاضي بكلامه وبيحكم على جيان بالسجن 3 سنين. وبتتجنن مراته وبتخرج تجري وراه وهي متعصبة، وبتسأله ليه عملت كده؟ فبيتعصب عليها وبيعرفها انه مش فارق معاه ويا ريت يفضلوا حابسينه لحد ما يكبر ويموت. وبيبقى في نظره ان الفرصة اللي اداهاله هي انه يتوب في السجن. في الوقت ده بنروح لابنه الكبير جو، وده طالب مجتهد في كلية الطب، ومعروف عنه بين زمايله انه شخص محترم وطيب وبيحب يساعد كل اللي حواليه. لكن طبعا بسبب المشاكل اللي بتبقى موجودة في البيت بتبقى نفسيته مش احسن حاجة ومش قادر يركز في محاضراته بشكل كويس. ووقتها بيجيله ابوه وبيديله مصاريف الكلية وبيطلب منه يركز في دراسته، وبيبقى باين على تشين انه متعلق بجو بيحبه اكتر. في الوقت ده بتيجي واحدة ست للأم ببنت صغيرة اسمها شياو، وبتقول لها ان بنتها تبقى صديقة ابنها جيان، وللأسف شياو حاليا حامل منه. فبتنصدم الأم وما بتبقاش عارفة ترد تقول لها ايه، وبتضطر تعرفها ان ابنها اتحبس بسبب مشكلة. فبتتعصب الأم على شياو وبتلوم أم جيان على تربيتها لابنها، وبتعرفها انها هترفع عليه قضية. وعلى الجانب التاني بيترحل جيان على سجن الإصلاحية، وطبعا أول ما بيوصل بيبدأ يستلم متعلقاته وبيدخلوه على زنزانته. وتاني يوم بيدرب تشين طالبة على السواقة، وأثناء التدريب البنت بتسأله انت متجوز ولا لأ؟ فبيعرفها انه فعلا متجوز وما عندوش غير ولد واحد، وطبعا بيبقى قصده على الكبير العاقل جو. وبيقرر انه يتبرى من جيان وينكر انه ابنه تماما. في اللحظة دي بيتعرض جيان للتنمر والإهانة من زمايله في الزنزانة، ولما بيحاول يقف قدامهم ويدافع عن نفسه بيتعرض للضرب المبرح. ووقتها بيروح أبو أودن لتشين مكان شغله وبيطلب منه يدفع تعويض مدني لابنه عبارة عن 15 مليون مقابل انه يتنازل عن القضية ويخرج له ابنه من السجن. وبيفهمه انه راح لبيت راتش وما لقاش غير جدته هي اللي عايشة، وعرف ان ابوه وامه متوفيين وحالتهم المادية صعبة جدا. فبيتعصب تشين وبيرفض يدفع له اي مبلغ. وبالليل بيقوم جيان من النوم بعد ما اتأكد ان زمايله ناموا، وبيهجم على زعيمهم وبيضربه بكل قوته لحد ما بيدمر له وشه. وتاني يوم بيعرف مدير السجن وبيبعت يجيبهم، وبيسأل جيان عن سبب تصرفه مع زميله هوانج. فبيعرفه ان هو اللي بدأ بالتنمر عليه وضربه في الاول. فبيحذره مدير السجن من العنف وبيفهمه انه لو فضل يعمل مشاكل بالشكل ده مدة سجنه هتزيد. وبيبص له هوانج بغيظ وبيقرر ينتقم منه في الوقت المناسب. بعدها بتيجي ام جيان تزوره وتطمن عليه، وبتنصدم لما بتلاقي على وشه اثر جروح، وبتفهم انه عمل مشكلة جديدة، وبتطلب منه يبطل مشاكل عشان مدة سجنه تقل ويقدر يخرج. وبتسأله لو عايز اي طلبات، وبيفرح جيان جدا باهتمامها وبيطلب منها انواع اكل معينة، وكمان بتسأل
وبتسأله لو عليه ديون لأي شخص عشان تقدر تسددها، فبيأكد لها إنه مش مديون لأي شخص، وبتستناه يعترف لها بحبه لشياو وعلاقته بيها، لكن بيفضل ساكت. وبتقرر هي كمان تسكت وما تعرفهوش بخبر حملها. وبعد الزيارة بيروح جيان يحضر حصته في مدرسة السجن، وأثناء ما بيكون داخل بيكعبله هوانج وبيستناه يتعصب عشان يتخانق معاه، لكن جيان بيقوم من غير ما ينطق وبيقعد لوحده. في نفس الوقت بتروح بنت اسمها قياو تتكلم مع جو وبتعرفه انها زميلته، وبيبقى باين عليها انها معجبة بيه، وبيبص لها جو باستغراب لانه ملوش اي علاقات ولا بيتكلم مع حد غير اللي بيحتاج مساعدته. وبنرجع لجيان وهو قاعد في الزنزانة وبيحاول يصلح غلطته، وبيروح يقدم الاكل اللي معاه لهوانج وبيعرض عليه ياكلوا مع بعض ويبقوا صحاب، لكن هوانج بيرفض وبيأمره يبعد الاكل، وبينصحه ما ينامش الليلة لانه لو نام هيهجم عليه ويضربه زي ما عمل فيه بالظبط. وفعلا بالليل الاتنين بيقعدوا على سرايرهم يبصوا لبعض بغيظ، ومن التعب بينام هوانج على نفسه لكن بيقوم كل شوية مفزوع. أما جيان فبيفضل صاحي وباصص عليه من بعيد، فبيقرر هوانج يراجع جدول الضرب مع نفسه عشان ما ينامش وبالمرة يحفظه، وفعلا بيبدأ يسمعه لنفسه لكن بيغلط. ووقتها بيتكلم جيان وبيصحح له غلطه وبيحفظه له بطريقة مبسطة، ومن هنا بتنتهي بينهم العداوة وبيبقوا صحاب. في الوقت ده بيخرج جو مع قياو وبتبقى مبهورة باحترامه وذكائه. وعلى الجانب التاني بتروح شياو لأم جيان وبتعرفها إنها سابت البيت، فبتقرر أم جيان تسيبها تقعد معاهم لحد ما تولد وتطمن عليها. وأول ما بيشوفها تشين وبيعرف اللي ابنه عمله بيتعصب عليها وبيأمرها ترجعها لأمها وبيتها، فبتسمعه شياو وبتزعل جدا وبتبقى عايزة تمشي، لكن أم جيان بتحاول تهديها. ووقتها بيرجع جو على البيت وبينصدم لما بيعرف. وتاني يوم بتروح أم جيان تقابل أم شياو وبتتفاجئ لما بتعرف إنها مش أمها الحقيقية وإنها تبقى خالتها، لأن أبوها وأمها ماتوا في حادثة، ومن وقتها قررت تاخدها تربيها. فبتعرفها أم جيان إنها هتفضل عايشة معاها لحد ما تولد، وبتأكد لها إنها مش هتقدر تعمل حاجة غير إنها تراعيها وتصرف عليها، وبتضطر أم شياو توافق. وبتبدأ شياو تروح مع أم جيان شغلها، وبنعرف إنها بتشتغل كوافير وبتتعلم منها كل تفاصيل شغلها، لكن بتبقى متفاجئة بالجو الجديد اللي دخلته. وتاني يوم بيروح أبو أودن لتشين مكان شغله مرة تانية وبيعرفه إنه محتاج فلوس التعويض عشان يقدر يعالج إيد ابنه، لكن تشين بيصمم على رفضه وبيتعصب أبو أودن من تصرفه وبيعرفه إنه هيروح لرئيسه في الشغل ويبلغه بإنه مش راضي يدفع التعويض اللي القاضي حكم بيه. بس تشين ما بيفرقش معاه كلامه وبيأكد له إنه مش هيدفع حتى لو راح للقاضي نفسه. وبالليل بيرجع جو على البيت بيلاقي أمه تعبانة ومتوترة، فبيقرب منها وبيسألها عن السبب، وبتعرفه إن شياو لازم تروح للدكتورة تاني يوم وهي عندها شغل مهم مش هينفع تعتذر عنه، وأبوه مش موافق يروح معاها بدلها. فبيطمنها جو وبيقرر يروح مع شياو وبيطلب منها تنام وترتاح لأن باين عليها التعب. وبيروح جو يتكلم مع شياو وبيقترح عليها ياخدها تزور أخوه في السجن، وشياو بتوافق. وتاني يوم بنشوف جيان وهو بيحاول يغير من نفسه وبيحضر كل التدريبات في السجن، وكمان بينظف زنزانته وبيتعامل بشكل كويس مع كل زمايله. ووقتها بيروح له جو مع شياو عشان يزوره، لكن الحارس بيرفض زيارة شياو لأنها مش من عيلته، وبيسمح لجو بس يدخل يشوفه. وأول ما بيشوفه جيان بيتعامل معاه بقسوة وبيسأله انت جاي ليه، فبيحكي له انه كان مع شياو عند الدكتورة عشان يطمنوا على الطفل. وأول ما جيان بيعرف بخبر حمل شياو بيتعصب جدا وبيفهمه إن أمه خبت عليه، وبسبب عصبيته بيحذروه الحراس أكتر من مرة إنهم هينهوا الزيارة. فبيفهموا جو إن أمه ما حبتش تعرفه عشان ما يقلقش، لكن جيان بيتعصب عليه أكتر لما بيعرف إنه جاب شياو عشان تزوره ومعرفش يدخلها، وبيزعل جو لما بيعرفه إنه مش عايز يشوفه مرة تانية وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بيروح أبو أودن لتشين الشغل وبيعمل له مشكلة كبيرة لحد ما بيعرف رئيسه في الشغل، وبيجبر تشين يدفع له مبلغ أقل من اللي القاضي حكم بيه، وبيضطر ينفذ كلامه عشان ما يخسرش شغله. وبالليل بياخد جو شاور وبينظف اوضته وبيغير هدومه وبيرتب دولابه، وبعد شويه بيرن جرس الباب، ولما بيفتح تشام بينصدم لما بيعرف ان ابنه جو انتحر وجثته مرميه في الشارع. فبينزل يشوفه وبينهار هو وامه، وبتوصل الشرطه والاسعاف وبينقلوا جثته. وتاني يوم بيحضر كل زمايله ومدرسينه وقرايبه جنازته، فبيخرج جيان من السجن عشان يحضر الجنازه ويودع اخوه، وبيبقى الكل حزين عليه جدا. وبتنهار قياو لما بتعرف انه انتحر، وبتتكلم
بيتكلم مع أمه وبتحكي لها إنه كان شخص محترم جدا وبيحب يساعد زمايله، لكن طول الوقت كان باين عليه إنه مهموم وحزين، وده بسبب المشاكل اللي كانت بتحصل في بيتهم طول الوقت وكره أخوه ليه بسبب إنه فاكر إن أبوه بيحبه أكتر منه. وما بيقدرش جيان يتحمل فكرة موت أخوه، وبيفتكر آخر مقابلة ليهم وكلامه ليه، وبيفضل يصرخ ويجري في ساحة السجن، وبيحاول الحراس يسيطروا عليه وبيبعتوا يجيبوا له دكتور نفساني. فبيبدأ الدكتور يتكلم معاه ويهون عليه، وبيعرفوا جيان إن أخوه كان دايما أحسن منه وأبوه كان دايما بيقارنهم ببعض، وبيحكي له إن من وهم صغيرين والكل بيحبوه أكتر منه، وإنه كمان كان أحلى في الشكل وحتى عجلته كانت أحسن. وبعد فترة بتولد شياو وبتفرح أم جيان جدا بحفيدها وبتقرر تجوزها لابنها وهو في السجن، وبتعرض الموضوع على أم شياو وبتضطر توافق، لكن بتعرفها إنها قلقانة على بنتها وبتطلب منها تحكي لها شوية عن طبع جيان، وبتبدأ أمه تحكي لها عن طفولته وقد إيه كان بيحب يركب وراها على العجلة، وبتأكد لها إنه إنسان كويس. بعدها بتقدم تصريح بالجواز وبيتوافق عليه، وبيتم الجواز في السجن، وبيحضر تشين غصب عنه وبيفضل يبص لابنه بغيظ. بعدها بيلاحظ رئيس تشين في الشغل إنه مش قادر يتخطى حزنه على فراق ابنه، وبينصحه يركز في شغله أكتر ويحاول يقرب من ابنه الصغير. وبعد فترة بيخرج جيان من السجن حسن سير وسلوك، وبيودعوه زمايله بأغنية معينة، وبيفرح لما بيخرج وبيقابل مراته وابنه وأمه. فبتحاول أمه تفهمه إن أبوه مشغول يعني عشان كده ما قدرش يبقى معاهم، لكن جيان بيعرفها إنه مش متضايق. ولما بيرجعوا على البيت بيتفاجئ بوجود أبوه وبيعرفه إنه كان قاصد ما يروحلوش، فبيزعل جيان وبيدخل أوضته من غير ما يكلمه. فبتتعصب الأم على تشين وبتسأله ليه بتعمل كده، فبيرد عليها وبيعرفها إنه مش قادر ينساله غلطته. وتاني يوم بيقرر جيان يغير نفسه عشان خاطر مراته وابنه، وبيبدأ يخرج يدور على شغل في كل مكان، وطبعا أماكن كتير بترفض تشغله بسبب سجنه، وفي النهاية بيشتغل في مغسلة عربيات، وبيبدأ يتعلم الشغل بسرعة. وبتأجر أمه صالون تجميل كبير عشان شياو تشتغل معاها ويقدروا يصرفوا على ابنهم، وما بيقدرش تشين يعيش في البيت وابنه موجود، وبيقرر ينام في الشغل. فلما بيعرف مديره بينصحه يرجع بيته ويقرب من ابنه ومراته قبل ما الوضع يسوء، لكن تشين ما بيبقاش قادر ينسى جو وبيحلم بيه طول الوقت، لدرجة إنه بيقوم من النوم يخرج يدور عليه في الشوارع اللي قابله فيها في الحلم، لكن مش بيلاقيه، وبيحزن جدا إنه مش قادر يشوفه مرة تانية. فبيدخل سوبر ماركت عشان يشتري علبة سجاير، وبيتفاجئ بإن جيان شغال فيه وردية مسائية عشان يقدر يغطي مصاريف ابنه ومراته. وبيعرفه جيان إنه قرر يأجر بيت لوحده، وبيطلب منه يرجع يعيش مع أمه في بيته لأنها حزينة جدا بالرغم من إنها بتحاول ما تظهرش زعلها. وفعلا تاني يوم بيرجع تشين على البيت، وأول ما بتشوفه مراته بتعرفه بإنها أجرت صالون تجميل وبتشرح له السبب، وبتتفاجئ لما بتلاقيه موافق على قرارها ومش متضايق كالعادة. وبتعدي الأيام وبيفضل جيان مهتم ببيته وشغله بس. وفي يوم بيظهر في حياته راتش مرة تانية، وبيروح له يزوره مكان شغله، وبيعرفه إنه لسه خارج من السجن بعد ما قضى 3 سنين فترة العقوبة. فبيحاول جيان يتعامل معاه بحدود، وبيفهمه إنه بعد عن طريق المشاكل نهائيا. وبيبدأ راتش يلومه عشان ما كانش بيسأل عليه في السجن، وبيطلب منه مبلغ كبير، لكن جيان بيعرفه إنه مش معاه المبلغ، وبيسيبه راتش وبيمشي، لكن بيقرر يفضل وراه لحد ما يدمر له حياته. وتاني يوم بيتصل على جيان في الشغل وبيطلب منه يقابله ضروري، فبيحاول جيان يتهرب منه، لكن راتش بيصمم وبيهدده إنه هيروح له الشغل مرة تانية. وبيضطر جيان ينفذ كلامه وبيروح يقابله، وبينصدم لما بيلاقيه بيطلب منه ينفذ له عملية سطو على مكان معين مقابل إنه يبعد عن حياته وما يقربش منه مرة تانية. فبيضطر جيان ينفذ كلامه لما بيهدده بحياة ابنه. بعدها بيقلق تشين لما بيعرف إن راتش خرج من السجن، وبيروح له يتكلم معاه وبيعرض عليه يعني مبلغ معين كمساعدة ليه، لكن راتش بيرفض ياخد المبلغ وبيقول له كنت فين وجدتي بتموت في البيت لوحدها وصاحب البيت بيطردها. وبيعرفه إنه مش هيبعد عن ابنه بسهولة لأنه السبب في اللي وصل ليه. في الوقت ده بيقابل جيان أودن وبينصدم لما بيشوف شكل إيده، وبيعرفه أودن إن إيده كانت ممكن تتركب، لكن بسبب وقوعها في الأكل السخن اتدمرت نهائي. وبيسأله جيان بتحس بيها في جسمك، فبيطلب منه أودن يمدله إيده وبيضغط عليها بطريقة معينة لحد ما بيفقد الإحساس بيها، وبيفهمه إن ده إحساسه بالظبط. وبيطلب منه جيان يسامحه، وبيضحك أودن وبيسيبه وبيمشي. وبالليل بيروح راتش لجيان مرة تانية وبيجبره ياخده لمكان معين بعربية رئيسه في الشغل، وبيضطر جيان ينفذ كلامه من الخوف لحد ما بيوصلوا لمكان مهجور، وبيعرفوا راتش إنه مديون ليه لأنه دخل السجن بسبب إنه كان بيجيب له حقه من زميله اللي اتنمر عليه. وبيطلب منه ياخد شنطة فيها مخدرات ويروح يسلمها لزعيم عصابة مقابل إن دي تبقى آخر مرة يشوفه فيها. فبيضطر جيان ينفذ كلامه وبياخد الشنطة وبيفضل ماشي بيها
بيها لحد ما بيوصل لزعيم العصابة وبيسلمه المخدرات وبياخد مكانها مبلغ كبير. وأول ما بيرجع لراتش بيلاقي العربية فاضية وملوش أثر، فبيخبي الشنطة في العربية وبيقلع هدومه من المطر والطين وبيركب العربية وبيرجع بيها على المغسلة عشان ينضفها كويس وصاحبها ما يعرفش إنه خدها من وراه. وبعد فترة بيروح تشيم مع مراته يزوروا قبر جو وبيطلب منها يتمشوا شوية مع بعض وبتوافق على طلبه وبيعترف لها وقتها إنه قتل راتش عشان يبعد عن طريق ابنه ولأنه كمان السبب في كل المشاكل اللي حطوا فيها. وبيحكي لها إن الناس دايما كانوا بيسألوه عندك كام ولد، وكان دايما بيقول لهم ولد واحد لحد ما كلامه اتحقق وابنه الكبير مات، وإنه دلوقتي مش مستعد يخسر جيان هو كمان عشان كده دافع عنه وقتل راتش وهو واقف مستني جيان يرجع له بالفلوس. وفي اللحظة دي بيهجم زعيم العصابة ورجالته على جيان وبياخدوا منه شنطة الفلوس، وبيعترف جيان لزعيم العصابة إن راتش اختفى وما كانش عارف يعمل إيه بالفلوس وإنه قرر يخبيها لحد ما يظهر مرة تانية. فبيتأكد زعيم العصابة إنه شخص ملوش في المشاكل، وخصوصا لما بيقول له جيان إن راتش كان سبب في كل المصايب اللي حصلت له في حياته، وبيديله مبلغ كبير وبيطلب منه يبدأ حياته من جديد. وبيصدمه بإن الشرطة لقت راتش مقتول في الغابة، وبيأمر رجالته ينزلوه من العربية وبيرموه في نص الطريق. وبياخد جيان الفلوس وبيقرر يبدأ حياته من جديد من غير أي مشاكل، وبيطلع يجري بسرعة وكأنه بيسابق الطريق. وبتنهار أمه لما بتعرف الحقيقة من تشين، وخصوصا لما بيأكد لها إنه عمره ما كره ابنه جيان وإنه كان بيحب جو بسبب طيبته وأخلاقه. بعدها بيروح جيان لأمه البيت وبيطلب منها تخرج معاه شوية وبتوافق على طلبه، وبتتفاجئ لما بيطلب منها تركب وراه العجلة ويعيد ذكريات الطفولة معاها. فبتبص أمه على الشمس وبتفتكر حب ابنها جو ليها وكلامه عنها بإنها بتجيب كل يوم أمل جديد. وبيخلص فيلمنا على كده، ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.